السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وحشتوني. تعالوا اتغدوا معايا يا حبايبي، اتفضلوا الغدا. تاكلي ايه النهارده يا تيتا؟ بانيه. بانيه وسباكيتي. بانيه وسباكيتي وسلطه. اتفضلوا الغدا يا حبايبي، اتفضلوا. اتفضلي يا حوريه يا حبيبتي. اتفضلي يا ام عبد الله. اتفضلي يا ام عبد الله، الغدا يا ام عبد الله. اتفضلي يا حوريه يا حبيبه قلبي. ام محمد. خليلك محمد يا حوريه يا رب. اتفضلي يا شيماء يا شيمو. يا حبيبتي يا شيماء، اتفضلي يا حبيبه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلي يا ام حيدر. ام حيدر العراق، اتفضلي. اتفضلي يا قمر. ربنا يخلي لك ولادك يا قمر، تفرحي بيهم يا رب. اتفضلي يا ام فاطمه. ام فاطمه من العراق، اتفضلي يا حبيبتي الغدا. اتفضل يا احمد. احمد من العراق. اتفضل غدا يا حبيبي مع تيتا. اصلح حالك يا حبيبي يا رب. نريمان القاهرة. اتفضلي يا نريمان غدا. اتفضلي يا حبيبتي. ام نعيم سوريا. سوريا. ام نعيم الجزائر، اتفضلي يا حبيبتي الغدا يا حبيبتي. اصلح حالك يا رب، يخليك ولادك يا ام نعيم يا رب. اتفضلي الغدا يا ام نعيم. ام ادم من المنصورة. افتكرتك ام ادم اهو. ما تبقى انت معايا على الخط كده افتكرك، انت تبعدي بنسى. غصب عني بقى، اعمل ايه؟ ام ادم من المنصورة. انا حبيبتي بيكي، منوراني ومشرفاني. ربنا يخليك يا هلا يا رب، ويصلح حالك وحال ولادك يا بنتي. مفيش فايدة فيك يا تيتا. خدت قطمة من الفلفل. واضح ان هو غير طبيعي. يا خبر ابيض. ربنا يسترها. خلينا في الطماطم والخيار.
بني جميل ازاي؟ تعالوا تعالوا قلت لكم على طريقته عشان محدش يقول لي بقى ايه، وانا على طريقة البانيه تيتا، وانا قلت كذا مرة والله. هو طريقته سهلة يعني وجميلة، بس أهم حاجة تبيتيه في التتبيلة بتاعته من بالليل، قبل ما تعمليه بليلة بيوم، يعني تكوني متبلاه من بالليل قبل ما تنامي تتبليه وتحطيه في التلاجة وتسيبيه تاني يوم بقى تقومي تعملي بقى بالبقسماط والبيض وتركنيه في التلاجة قبل ما تعملي طبق المكرونة الحلو ده، أو تحمري شوية بطاطس أنت ومزاجك، وهو في الآخر بتحمريه في الآخر. ولازم تحطي له نص زبداية، الزبادي البلدي ده بيديله طعم وبيطري النسيج بتاع اللحمة في الفراخ، نسيج اللحمة بتاعته تلاقيها طريقة كده وجميلة. على رأي المثل على رأي المثل كل شيء له طريقة فعلا، وناس بيطبلوه في نفس اليوم ويعملوه على طول، ما جربتوش أنا بصراحة. أنا بعمل زمان عارفة الطريقة من زمان، زمان كنت بقعد قدام التلفزيون قبل بقى ما يجي الريسيفر والكلام ده، كان التلفزيون العادي يعني، كنت بقعد قدام الشيخ الشربيني، الشيخ الشربيني شاطر وكان بيعمل الوصفات الجميلة دي. قناة سفرة كان بيعمل الحاجات دي، بيلاقي من بالليل تبقى جميلة. بعد ما تيجي تشوي الفراخ المشوية دي برضه لازم تقعد في تتبيلة كتير، على الأقل برضه قبلها بيوم برضه، زي حكاية البانيه كده. إنها بتشرب من التتبيلة بتبقى جميلة. أنا عزمت على حبايبي كلهم ولا نسيت قمر باين ولا إيه؟ ولا قلت على قمر؟ اتفضلي يا قمر يا حبيبتي، قلت له بقى أنت جبت ذكرتك يا قمر في الأول بقى في أول الشريط. ربنا يخلي لك ولادك يا حبيبتي وتفرحي بيهم يا رب، ويرجعهم لك أنت وكل المتابعين، كل ولاد متابعين وولاد وابنك يا حورية، يخليه لك يا حبيبتي ويرجعه لك وتفرحي بيه يا رب، وخليه لك ربنا يا رب وتفرحي بيه وينجحه في كل أعماله في دراسته في كل حاجة لو لسه صغير. في حد بيقول لي ادعي لي يا تيتا ربنا يهون عليا، ربنا يهون عليك يا حبيبتي، ادعي لك ربنا يصلح حالك يا حبيبتي ويهون عليك اللي انت نفسك فيه واللي انت عايزاه.
وإيمان إيمان اسكندرية. اتفضلي يا إيمان الغدا بتاعت اسكندرية، اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي الغدا. إيمان اسكندرية وإيمان المنصورة، اتفضلوا يا حبايبي كلكم. وأمينة سوهاج، اتفضلي يا أمينة يا حبيبتي. قلت لك بقى يا حبايبي لما تنسى عشان انت تكون جعانة تبقى دماغها في الأكل. قلت لك الله يصلح حالكم يا رب، مش تنسوا اللايك. أكلة جميلة جميلة، مش قادرة أقول لكم، مش قادرة أكمل دي. تحفة. بالليل بقى في السهرة كده، يعني لو كنت صاحية هديتها حطها كده في الرغيف، نص الرغيف كده بلدي، تعشي بيها. صح؟ احنا والشيف على قلبي كانت أكلة جميلة والله. البانيه بقى بحبه أنا، بيبقى جميل البانيه. بحب الأكلات اللي هي الخفيفة، لما يقول دايما تعملي مكرونة تيتا كتير، كفتة ومكرونة بانيه ومكرونة. أنا بحب الأكلات دي أكتر من الطبيخ. عندي برضو في البيت هنا مش بيحبوا الخضار كتير يعني الخضار زي ما تقولي مش بيبقى ايه، مش بيتبلع قوي يعني، بس لازم منه طبعا. بحب الحاجات دي، النواشف زي ما بيقولوا. لا انا والشيف على قلبي كانت أكلة جميلة جميلة يا حبايبي. ربنا يخليكم ليا يا رب متابعين يا حبايبي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك يا حبايبي. الله يصلح حالكم وحال ولادكم يا رب، ويجعلها سنة سعيدة عليكم وعلى أمة محمد يا رب إن شاء الله. ويخلي لك ولادك يا أم عبد الله حبيبتي. خلي لك ولادك يا أم عبد الله يا رب. دايما كده شفت تعليقاتك الجميلة عندي يا أم عبد الله. يصلح حالك ربنا وحال ولادك يا حبيبتي، أنت وكل متابعيني، أنت وقمر وحورية وكل متابعين، أم نعيم جزائر، وأم حيدر العراق، وأحمد العراق، وأم فاطمة العراق. ربنا يصلح حالكم كلكم حبايبي، ما تحرمش من تعليقاتكم أبدا أبدا. إن شاء الله بإذن الله تستنوني في فيديو إن شاء الله. قول يا رب.
يلا باي باي باي، مع ألف ألف سلامة.